انا جاي من مشوار هحكي لكم فيه حكايه، انما حكايه. كنت دلوقتي في سوبر ماركت بشتري عقبال امالاتكم كده جبنه. ف الناس بتتكلم بقى على موضوع الحرب بتاع ايران وبتاع. فلقيت ان العامل اللي هناك بيقول لي هي ايران عمرها ما هتنتصر. بقول له ليه بس كده؟ قال لي ما هي طول الليل قاعد تضرب صواريخ بلاستيكيه صواريخ بلاستيكيه. فطبعا خلاني وقفت وفكرت في سري، بلاستيكيه ايه؟ طب وده هشرحها له ازاي؟ فحبيت اعمل فيديو يعني اوضح ان في فرق ما بين الصواريخ البلاستيكيه والصواريخ اللي بتضربها ايران، اسمها صواريخ باليستيه. الصواريخ البلاستيكيه ديت موجوده ممكن تكون في كارفور، ده بيلعبوا بيها العيال. طب ايه هو الفرق ما بين الصاروخ البلاستيك والصاروخ الباليستي؟ الصواريخ الباليستيه دي خطيره جدا في الحروب، وبتشيل كميات واطنان من البارود يعني عشان تبقى عندها قدره على يعني على التفجير، بتمشي مسافات كبيره. هشرح لك هي فكره، انا مش متخصص قوي لكن حسب معلوماتي ان الصاروخ ده شغال على فكره القوس. يعني فاكر القوس لما كنا بنشد وزار ويرفعوه في الحروب والكلام ده، او الحركه اللي بيعملها محمد صلاح بعد ما بيجيب الجون، وحركه القوس والسهم. هو نفس الفكره، بينطلق بيعدي لمسافات كبيره جدا في الجو، ويروح على الهدف المتبرمج عليه، احنا عارفين كل حاجه بقت بالكمبيوتر، وينزل يحقق هدفه. فالصواريخ اللي بتضربها ايران دي بتطير لارتفاعات عاليه جدا في طبقات الجو العليا، ولكن بتبقى متشافه بالعين، لكن وبترجع تاني تنزل. هي فكره زي القوس والسهم. فده الصاروخ ده لخبطني، الصاروخ الباليستي. وده خطير جدا زي ما حكيت لحضرتك في اول الفيديو. فياريت يعني ننسى موضوع البلاستيك ديت دلوقتي شوية، لان الحكاية ما بقتش بلاستيك خالص. تحياتي ليكم.